فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنتا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة سيدنا أبي بن كعب. طالبين غياب من؟ أديب ونور الدين. الباقي موجودين إن شاء الله. نعمل مراجعة لقسم الفقه، فقه الحنفي من نور الإيضاح. إلى ماذا أخذنا؟ قسم المياه، صحيح؟ قسم المياه. وإلى أين وصلنا؟ إلى البئر. اليوم ماذا أخذنا؟ اليوم أخذنا أحكام البئر. نعم، البئر الصغيرة والبئر الكبيرة. نبدأ من البداية، مراجعة من البداية. أولا أقسام المياه. نعم، قبل 7 ماذا نسمي هذه المياه؟ المياه السبعة، أقسام السبعة. لا، برفع الإيد، قلنا برفع الإيد. طيب سلطان، ماذا نسميها؟ الماء المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ الذي لا مكان له. لا، الذي علي، الذي لم يقيد بوصف. الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف، يعني ليس ماء مستعمل وليس الماء النجس وليس الماء المكروه. لاحظ هنا قيدناه بوصف، صحيح؟ أما الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف. طيب الآن ما هو الماء المطلق؟ نعم، أريد طالب يعدد لي ال7 أنواع. طيب عبد القادر، ال7 أنواع. 3 من السماء و4 من الأرض. ما هي الماء الذي ينزل من السماء؟ ما هو؟ المطر، ماء المطر، الثلج والبرد. إذن ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. نعم. هل يجوز أن نتوضأ بالثلج؟ نعم، إذا ذوبنا. إذن ما ذاب من الثلج وما ذاب من البرد. أما الثلج والبرد هل يجوز أن نتوضأ بهما؟ لا. إذن الآن من يعدل 400 تيم؟ ماء النهر، ماء البحر، وماء العين، وماء البئر. البئر، ممتاز. إذن هذه الأنواع ال7 ماذا نسميها؟ الماء المطلق. الماء المطلق. طيب المياه من حيث الاستخدام، من حيث التطهير بها، ماذا تسمى هذه المياه من حيث التطهير بها؟ يلا، كم قسم تقسم؟ 5 أقسام. طيب حمزة، أعطينا القسم الأول. الماء المطلق. لا، من حيث التطهير بها كم؟ 5 أنواع. الماء الأول الطاهر المطهر غير مكروه، وهو الماء الذي لم يتم استعماله ولم يأتي فيه نجاسة. الماء المطلق، وهو الماء المطلق. ال7 أنواع السابقة: طاهر، مطهر، غير مكروه. النوع الثاني فداء، هو طاهر مطهر مكروه. نعم، وهو ما شربت منه الهرة أو الآدمي ونحوها. شرب منه الهرة ونحوها. الذي شرب منه الآدمي ما حكمه؟ طاهر مطهر غير مكروه. سنأتي إلى السؤر بعد قليل. إذن ماء طاهر مطهر، طاهر مطهر. أول واحد طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. الثاني طاهر مطهر مكروه وهو الهرة ونحوها. النوع الثالث، نعم، عبد الرحمن، الماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر مطهر. هل صحيح حكمه؟ طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. طيب بماذا نستخدم الماء المستعمل؟ لسقي الشجر، غسل الأواني. نعم. إذن الماء إذن طاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل. استعمل لماذا؟ للوضوء أو الغسل. الوضوء أو الغسل. طيب بماذا نستخدمه كما قلنا؟ لسقي الشجر، غسل الثياب، غسل الأواني، غسل الأرضيات وما شابه. طيب النوع الرابع يا تيم، الماء النجس، وقعت فيه نجاسة، الماء النجس. النوع الخامس يا علي، الماء المشكوك في طهوريته. نعم، وهو أي نوع من هذا المياه؟ ما هو؟ الذي ما شرب منه البغل أو الحمار. الذي شرب منه البغل أو الحمار. طيب الآن ننتقل إلى السؤر. ما هو تعريف السؤر؟ أريد طالب لم يشارك يعرف لي السؤر. شعبان،
يلا يا شعبان. السؤر. فداء، ما هو تعريف السؤر؟ هو ماء قليل شرب منه الحيوان. هو ماء قليل شرب منه الحيوان. طيب إذا كان الماء كثير وشرب منه الحيوان هل يسمى سؤر؟ لا. كم الماء القليل؟ أقل من 200 لتر تقريبا. أقل من 200 لتر تقريبا. نعم. الآن كم نوع للسؤر؟ كم نوع للسؤر؟ فداء، النوع الأول. النوع الأول طاهر مطهر مكروه. طاهر مطهر مكروه. لا، بدي النوع الأول. الثاني طاهر نعم. طاهر مطهر غير مكروه. وهو ما شرب منه الآدمي أو الفرس أو الذي يأكل لحمه. يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه. ما هي الحيوانات التي يؤكل لحمها؟ مثل البغل. البغل البقرة. البقرة، الجمل، معز، الشاة. ممتاز. طيب هذه حكم الماء طاهر مطهر غير مكروه. طيب الآن النوع الثاني ما هو؟ نعم. طاهر مطهر مكروه، وهو ما شرب الهرة وكذلك المتروكة، المخلات، دجاج المخلات، كذلك سباع الطير. ما هي سباع الطير؟ الصقر، الشاهين، الحدأ. نعم. الآن كم نوع أصبح لدينا؟ 3 أنواع. إلا نوعين. نوعين أصبح لدينا، طاهر مطهر غير مكروه، والثاني طاهر مطهر مكروه. النوع الثالث ما هو؟ طاهر غير مطهر. لا، انتبه. النوع 4 أنواع السؤر، صحيح؟ نعم. بقي النوع الرابع. ما هو النوع الرابع؟ فداء. النجس، وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير وكذلك سباع البهائم. مثل ماذا سباع البهائم؟ الأسد، النمر، الذئب، الكلب وما شابه. نعم. كذلك الآن النوع الأخير فداء مشكوك في طهوريته، وهو ما شرب منه البغل أو الحمار. البغل أو الحمار. طيب الآن ننتقل إلى التحري في الأواني والثياب. إذا كان أكثر الأواني طاهر، عندنا أواني فيها مياه وأكثرها طاهر، لأي شيء نتحرى؟ الشرب والوضوء. الشرب والوضوء. طيب إذا كان أكثرها نجس نتحرى للشرب فقط. طيب كيف نتوضأ؟ كيف نغتسل؟ بالتيمم. طيب إذا كان أكثر الثياب نجس، أو إذا كان أكثرها نجس أو طاهر، لأي شيء نتحرى بالثياب؟ نتحرى لكي نستر العورة ونصلي بها. إذن سواء كان أكثرها طاهر أو أكثرها نجس نتحرى بها. ما معنى التحري؟ نجتهد ونبحث عن الطاهر من المياه واللباس. إذن التحري ما هو؟ الاجتهاد في طلب المقصود. نجتهد في طلب المقصود الذي نقصده. طيب كيف نتحرى في المياه؟ ننظر إلى ماذا؟ إلى اللون والطعم والريح. اللون والطعم والريح. بارك الله فيكم. الآن درس اليوم ماذا أخذنا؟ البئر. البئر الصغيرة ماذا نفعل بها إذا وقعت فيها النجاسة؟ ما هي النجاسة؟ قطرة دم أو بول أو خمر أو كذا. إذا وقع فيها كذلك كلب أو خنزير، إذا وقع فيها كذلك، إذا مات فيها آدمي، إذا مات فيها آدمي أو حيوان، ماذا نفعل حتى نطهر هذه البئر الصغيرة؟ ننزحها كاملة. صحيح، البئر الصغيرة. طيب إذا تعذر نزحها ماذا نفعل؟ كم 200 دلو. طيب إذا وجدنا حيوان كالدجاجة أو الهرة أو كذا منتف أو ميت في هذه البئر، وكم ننزح؟ 40 دلو. طيب إذا كان الفأرة ونحوها، قدر الفأرة ونحوها 220 دلو. 20 دلو. إذا كانت غير منتفخة. طيب إذا كان الحيوان، وجدنا حيوان منتفخ، كم صلاة نعيد؟ كم صلاة؟ 3 أيام بلياليها. إذا كان حيوان ميت فقط وخرجنا، كم نعيد؟ 5 صلوات. كم يعني؟ يوم وليلة. يوم وليلة. طيب البئر لا ينجس بماذا؟ بروث الحيوانات، البعر والروث والخفي، فهذا لا ينجس. وكذلك لا ينجس بحيوان الماء، صحيح، السمك والضفدع وما شابه لا ينجس الماء. بارك الله فيكم. إذن الآن عملنا مراجعة لقسم المياه. الدرس القادم بأي شيء نبدأ؟ بالاستنجاء. يعني نبدأ ببداية الوضوء. ببداية الوضوء. طبعا الماء ليس من بداية الوضوء. طبعا بدي أعرف أن الماء الذي أريد أن أتوضأ به ما حكم هذا الماء؟
هل يجوز أن أتوضأ به؟ كيف سأبحث عن الماء؟ كيف سأجد الماء؟ وهكذا. فالدرس القادم نبدأ بالاستنجاء، ونلتزم بحضور هذا الدرس كل يوم أحد. نلتزم بحضور هذا الدرس، درس الفقه والتجويد، وسنضيف النحو كذلك، ودرس العقيدة. فنلتزم بهذه الدروس حتى نستفيد. بارك الله فيكم وفتح الله عليكم. السلام عليكم. قولوا وعليكم السلام.